السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده وبناء على طلب جالنا في الكومنتس هنشوف ازاي ممكن نعمل liquid simulation او fluid simulation او ازاي نعمل سائل او عصير بيملى كوباية. فيلا بينا نبدأ على طول. بس قبل ما نبدأ طبعا بفكرك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا نبدأ. مبدئيا كده احنا هنعمل السيميوليشن ده او هنشوف ازاي ممكن نعمل ليكويد بالتطبيق على الكاس اللي احنا كنا عملناه في الفيديو اللي فات. فلو ما شفتوش هسيب لك اللينك بتاع الفيديو في الاي اللي فوق دي، وهسيبه لك كمان في الفيديوهات المقترحة بعد ما الفيديو يخلص، وفي الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف اللي تحت الفيديو. ودلوقتي خلينا نظبط السين علشان نبدأ نشتغل عليه. فاول حاجة هنعملها ان انا ممكن دلوقتي اسيب الريندر انجن على ايفي، وتأكد ان انت تفتح الامبيانت كونكلوجن والبلوم والسكرين سبيس ريفلكشن. وطبعا انت ممكن تغيرها على سايكلز لو انت عاوز، بس انا هخليها كده دلوقتي علشان نكون شايفين كويس. وتاني حاجة هعملها ان انا هلغي الانيميشن اللي انا كنت عاملاه في الفيديو اللي فات، فهاجي على الكاس ده وهاجي على التو كي فريمز دول، هدوس شيفت واختار الاتنين وهدوس اكس وديليت كي فريمز. كده لو عملنا بلاي الكاس ده مش هيتحرك. تمام. وممكن نفس الكلام طبعا اعمله في الكاس التاني. دلوقتي علشان نعمل الفلويد سيميوليشن اول حاجه لازم تعملها ان انت لازم تعمل حاجه تبقى اطار كده للسيميوليشن اللي انت هتعمله. احنا هنخلي الاطار ده او اسمه دومين، فاحنا هنخلي الدومين ده هنخليه كيوب. فهعمل اد مش كيوب وبعدين هعمل له سكيل حاجه زي كده، وخلينا نروح على الواير فريم علشان نكون شايفين احنا بنعمل ايه. هعمل جي زد وبعدين هعمل له اس زد عشان اعمل له سكيل على الزد اكسس، وممكن اس واكبره شويه حاجه زي كده. اهم حاجه لازم تتاكد منها ان يكون الدومين ده مغطي تماما الكاس بتاعك. فهعمل جي واي وبعدين جي اكس واجيبه كده، وتاكد ان الكاس تماما جوه الدومين بتاعك. ممكن دلوقتي نعمل اس زد ونصغره شويه، جي زد وارفعه لفوق حاجه زي كده. تمام كده لطيف. فدلوقتي علشان نعمل الفلويد سيميوليشن هاجي على الكيوب او الدومين اللي انا عملته، وهاجي من هنا على الفيزيكس بروبرتيز وهختار فلويد دي من هنا، وهاجي من التايب وهخليه دومين. تاني حاجة هروح على الكاس اللي انا عاوزة الليكويد يتصب جواه او اللي انا عاوزة املاه بالليكويد او بالعصير او كده، هختاره وبرده هفتح فلويد وهاجي من التايب وهعمل ده افكتور. واخر حاجة انت لازم تعمل اوبجكت هو اللي يبدأ يصب عندك الليكويد جوه الاوبجكت بتاعك. فانت ممكن تعمله اي حاجة، بس انا هعمله يوفي سفير. فهعمل اد مش يوفي سفير وبعدين هعمل جي زد وبعدين اس عشان اصغرها. وخلي بالك ان حجم اليوفي سفير بتاعتك بتفرق في كمية الليكويد اللي هتنزل منها زي ما هنشوف دلوقتي. بعد كده هنعمل جي واي وهجيبها حاجة زي كده، وجي اكس وهتأكد ان هي بس فوق الكاس بالشكل ده. تمام. وممكن اعمل لها اس واملها سكيل شوية، كنترول اي وابلاي سكيل. وبعدين وانا مختارة اليوفي سفير دي هروح اعمل برضو فلويد، ومن التايب المرة دي هنعمله فلو. بعد كده هنبدأ نظبط كل حاجة من اللي احنا عملناهم دول. فهنيجي مثلا على نفس اليوفي سفير اللي احنا عاملينها. بعد ما تعمل فلو هتيجي من الفلو تايب وهتعمل دي ليكويد، انت عاوزها ليكويد فانت هتيجي تعملها ليكويد. وطبعا زي ما احنا متعودين ان بقية السيتنجز اللي موجودة دي انت ممكن تبدأ ان انت تغير فيها وتشوف النتائج هتديك نتائج عاملة ازاي، بس انا في الفيديو ده بوريك البيزكس تماما بتاعة الفلويد سيميوليشن. تاني حاجة هنروح على الدومين بتاعنا، ونفس الكلام لازم تتأكد ان الدومين تايب هو التايب اللي انت عاوزه. فاحنا مش عاوزينه جاز، احنا عاوزينه ليكويد، فهروح اغيرها لليكويد. بعد كده من هنا هتختار المكان اللي انت عاوز الكاش يكون فيه، والكاش ده مهم لان دي الفايلات اللي بتحفظ لك السيميوليشن بتاعك. فانا هسيبه عادي في مكانه في كاش فلويد زي ما هو عادي. وبعدين هاجي من هنا وهختار is resumable، ومن replay هخليها modular. وبعد كده هروح افتح مش. بعد كده لازم تتأكد ان انت تيجي من اليوفي سفير بتاعتك وتخلي الفلو behavior in flow، لان انت لو سبتها جيومتري زي ما هي الجزء بتاعك ده هو اللي هيتحول لليكويد، لكن هو مش هيبقى عمال بيصب ليكويد. بعد كده لو جربت ان انت تعمل بلاي ولقيته مش شغال معاك روح اعمل بيك داتا، ممكن يبقى بس تهنيجة من البرنامج ولما هتعمل بيك هيشتغل معاك. فدلوقتي لما هدوس بلاي كده لقيته ان هو شغال حاجة بالشكل ده. انا طبعا علشان كان عندي الاند على 30 فريم فهروح اغير دي ل 100 فريم بالشكل ده. ودلوقتي لو عملت بلاي هلاقي ان هو بيعمل حاجة زي كده. بس المشكلة
ان انا دلوقتي الليكويد بيقع عندي، بيخترق الكاس وبيقع على الارض بالشكل ده. طيب احل المشكله دي ازاي؟ هتحتاج ان انت طالما عندك اوبجكت مفتوح بالشكل ده زي الكاس، هتحتاج ان انت تروح تختار الكاس وتختار اس بلانر دي. دلوقتي لو جينا رجعنا تاني حاجه زي كده وجيت وقفت على الدومين واعمل بيك داتا، دلوقتي ادوس سكيب علشان اوقف لغايه هنا وهعمل بلاي، هلاقيه اتحسن شويه ولكن لسه برضو الدنيا بايظه. طيب الدنيا بايظه ليه؟ لان الريزولوشن بتاعه الليكويد قليله. فاحل المشكله دي ازاي؟ هروح على الدومين بتاعي وهاجي من هنا ادوس فري علشان يفك الداتا اللي احنا عملنا لها بيك، وهاجي من الريزولوشن هنا هخليها 64 وادوس انتر. دلوقتي لو رجعت من الاول ودوست بلاي هلاقي ان هو مش شغال بالشكل ده. يبقى ايه الحل؟ زي ما احنا قلنا من شويه ان احنا نعمل بيك داتا. هعمل بيك داتا وهروح لاخر ال100 فريم اللي عندي وهدوس سكيب عشان يوقف. ودلوقتي لما هبدا اشغله هلاقي ان هو اتظبط عندي بالشكل ده. خلي بالك ان انت لو عملت هايد للكيوب السيميوليشن ده هيختفي لان هو مربوط بالاوبجكت اللي عندك هنا ده. فدلوقتي لو انا جيت كده على الريندر بريفيو وعملت بلاي هلاقي عندي الانيميشن حاجه بالشكل ده. طبعا هو بيقف هنا لان انا عملت سكيب. فدلوقتي لو انا رجعت ونعمل بيك داتا وتدوس سكيب ونيجي نعمل بلاي، لو لقيت ان هو مش بيختفي، لو لقيت ان انت على الريندر بريفيو لقيت ان انت الكيوب ده عندك مش بيختفي بالشكل ده، انت ممكن تروح من هنا من التايب بتاع الكاش وموديولر دي خليها اول. ودلوقتي لو عملنا بيك اول ودوسنا سكيب وترجع هتلاقي انه الدومين بتاعك بيختفي لما الانيميشن بيبدأ. بعد ما بتخلص التصميم كله وبتخلص الفلويد سيميوليشن بتاعك، لو لقيت ان في جاب كده او مساحة فاضية ما بين الليكويد بتاعك او الفلويد بتاعك والكب او ايا كان الاوبجكت اللي انت عاوز تملاه بالفلويد، هيكون قدامك حاجة من الاتنين. الموضوع ده بيحصل اساسا علشان الريزولوشن. فانت الحل اللي قدامك الاول ان انت تيجي على الدومين ومن الفيزيكس بروبرتيز طبعا هنعمل فري اول، والحل اللي قدامك ان انت تزود الريزولوشن، ان انت تزود الريزولوشن ديفيجن دي. تمام؟ كل ما هتزود الريزولوشن الجاب اللي عندك او المساحه الفاضيه اللي عندك هتقل. يعني مثلا احنا دلوقتي لو خلينا الريزولوشن مثلا 200 ودوست انتر، لو انا دلوقتي جيت عملت بيك اول، خلي بالك اول حاجه هيبقى بطيء جدا منك فممكن جهازك ما يستحملش اصلا الريزولوشن العالي قوي. تاني حاجه هو طبعا هياخد وقت كبير جدا منك، بس انا قلت ان انا اوريك النتيجه علشان برضو تكون عارف النتيجه هتبقى عامله ازاي، او ان ده بيحل المشكله لو جهازك هيستحمل فممكن تعلي الريزولوشن لغايه لما الدنيا تظبط معاك. لكن بقى لو انت مش هتقدر تعمل ده، طيب ايه الحل البديل او ايه الورك اراوند لو انا عاوز انجز كده الدنيا وبرضو اطلع النتيجه اللي انا عاوزها؟ فايه الحل اللي انا ممكن اعمله؟ فهتلاقي انه لما عليت الريزولوشن هتلاقي زي ما انت شايف كده انه الفلويد بقى مظبوط مع الكوبايه بالظبط بالشكل ده. تمام؟ او الجاب قلت. فكل ما هنزود الريزولوشن الجاب دي هتقل، وطبعا شكل الفلويد نفسه يبقى احلى وبيبقى واقعي اكتر زي ما احنا شايفين كده. طيب لو انا مش محتاجه الريزولوشن ده كله وانا عايزه عادي اعمل حاجه اقل من كده ابسط من كده، هعمل ايه؟ هروح دلوقتي بس اعمل فري علشان ارجع اقلل الريزولوشن تاني واخليه حاجه زي مثلا 64 زي ما كان، ونرجع نفتح الواير فريم علشان نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. فالحل البديل اللي قدامك ان انت تاخد نسخة من الكوباية بتاعتك وتعملها اكبر بحيث ان هي تغطي الجاب اللي موجودة. ازاي؟ هنمسك مثلا الكوباية دي ونعمل شيفت دي وكليك يمين علشان تكون في نفس المكان بتاعها. دلوقتي انا ممكن اعمل اس شيفت زد عشان اعمل سكيل على الاكس والواي اكسس، لكن ما اعملش سكيل على الزد اكسس. فهكبره حاجه زي كده، وهاجي طبعا لازم اتاكد ان الكوبي التاني مازال جوه الدومين بتاعي، وهاجي على الكوبايه الاساسيه اللي انا عاوزاها وهروح الغي منها الفلويد، وهاجي على الكوبايه التانيه اللي انا خدتها كوبي دي وهي دي اللي انا هخللها الفلويد بتاعها وهخليها هي اللي افكتور. دلوقتي بقى لو انا جيت على الدومين وعملت بيك اول، خلينا نستنى لما يخلص البيكنج براحته تماما علشان نشوف النتيجه هتكون عامله ازاي. ويستحسن طبعا ان انت تعمل النسخه الجديده اكبر بنفس الفرق بتاع الجاب تقريبا اللي انت كنت شايفها. فانا دلوقتي لو عملت كده وجيت عملت بلاي هنلاقي انه الفلويد بتاعي او السيميوليشن اللي انا عملته بقى قد
الكوباية بالمنظر ده. طيب لو انا دلوقتي جيت على دي وعملت لها هايد بالشكل ده، هلاقي انه الدنيا بقت مظبوطة عندي حاجة زي كده. بص دلوقتي كده لما نعمل بلاي هتحس ان هي عادي هنا، لان التاني في نفس المكان بالظبط، وبعدين احنا ما لعبناش في الزد اكسس، فانت الزد اكسس عندك مظبوط مع دي، فهيبقى عندك حاجة بالشكل ده. ودي طبعا اتأكد ان انت لما تلغي الكوبي اللي انت عاملها، اتأكد ان انت مش بس تلغيها من هنا، اتأكد ان انت تقفل دي كمان علشان ما تطلع لكش في الريندر. تمام، فبقى عندنا حاجة بالشكل ده. طيب الحاجة الأخيرة خالص اللي احنا محتاجين نعرفها، ازاي ان انا اوقف الفلويد عند جزء معين. انا دلوقتي لو فضلت شغالة كده زي ما انا، هيفضل كده لغاية لما هيبدأ ان هو يقع. طيب انا مش عايزة كل ده يحصل، انا عاوزة ان هو يقف عند مثلا حاجة زي كده، مثلا عند خلينا نقول 140. فهنيجي عند 139 هتختار اليو في سفير بتاعتك اللي هي عملتها انفلو. تمام، وهتيجي هتتأكد ان انت هنا عامل كي فريم هنا وعند يوز فلو. تمام، وهتيجي عند 140، احنا خلاص عايزين ده اخره، هنيجي عند 140 هنقوم شايلين اليوز فلو وهنعمل هنا كي فريم وهنا كي فريم. طيب دلوقتي بقى لو احنا رجعنا تاني للأول بالشكل ده وجينا عند الدومين، وطبعا هنعمل فري اول وبعدين هرجع اعمل بيك اول تاني. دلوقتي بقى لما يخلص هيبقى الموضوع عندي عامل ازاي؟ هيفضل يكمل 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 بالشكل ده لغاية لما هيجي عند الجزء اللي احنا شلنا فيه او عملنا فيه الكي فريمز وشلنا الانفلو، هتلاقيه خلاص وقف على كده. فبقى ده الشكل اللي عندي. دلوقتي بقى ممكن نيجي كمان على اليوفي سفير دي، ممكن نعمل لها هايد من هنا ومن هنا برضو عشان ما تطلعش معانا في الرندر. ودلوقتي بقى عندي حاجة بالشكل ده. وطبعا انت بقى ممكن تظبط الدنيا زي ما انت عاوز، بان انت تظبط حاجة معينة هي اللي تصب، او ان انت تجيب السين بتاعك من غير ما تطلع معاك اليوفي سفير دي، او ممكن ترفعها فوق زيادة لو انت عاوز. وبعد كده كل اللي هيتبقى ان انت تظبط الماتيريال، فهتيجي تعمل كليك يمين وشيد سموث، وبعدين هتتعامل مع الكلام ده كله. ده طبعا مش لان احنا مختارين مش زي ما اتفقنا من الاول، احنا كنا مختارين مش بالشكل ده، فده عندي دلوقتي بقى مش، فهنيجي نتعامل معاه عادي جدا. هنيجي على الماتيريال بروبرتيز وهنعمل نيو ماتيريال وهنختار اللون اللي احنا عاوزينه عادي جدا. وخلينا مثلا نقلل الرفنس خالص حاجة زي كده، وممكن الترانزميشن نزود الترانزميشن شوية. طبعا هو مش هيكون واضح قوي معانا علشان احنا على ايفي، بس لو احنا مثلا رحنا على سايكلز هيبقى عندك حاجة بالشكل ده. وممكن نرجع تاني من هنا ونظبط الترانزميشن نعملها حاجة شفافة اكتر مثلا بالشكل ده، فبقى عندنا حاجة زي كده. فبس كده، دي كانت الطريقة اللي احنا ممكن نعمل بيها الفلويد سيميوليشن. فيا رب يكون الفيديو عجبك ويا رب يكون كان مفيد ليك. وطبعا بفكرك في اخر الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.